قُلت إنك قعدت 10 سنين تكتب قبل ما مشروع الحقيقي الأولاني يشوف النور. في الفترة دي إزاي حضرتك كنت بتقدر تفضل ورا حلمك؟ يعني ناس كتير ممكن ييجي لها اكتئاب، تشُك في حلمها، تشُك في نفسها. لأ، ما كل ده كان بيحصل. طب وإيه أحسن طريقة بقى حضرتك ما ما لقيتها ما عشان تتحدى كل ده؟ ما هو ده القسوة أحيانًا، إنِّك ده بيحصل وفي نفس الوقت بتصممي إنِّك لأ، لإن أحيانًا بيبقى عندِك مؤشرات إن في حاجة، فبتقولي طَب أستمر لإن أنا حاسة إن في أو شايفة يعني طب إيه اللي حضرتك كانت آثار. المؤشرات اللي حضرتك حسيت لا، بيها لا، في لا، أول هي مرة؟ حاجة في رحلتِك، هي حاجة م في رحلتِك إنِّك أنتِ بتعملي حاجة، تكتبي مثلًا، اهم، تكتبي حاجة أو بتخرجي فيلم مثلًا، فبتعمليه بتلاقي فيه آآ عيوب كتيرة، بس فيه ميزة، اهم. فيه حاجة مختلفة، هو ده اللي بيدّيكِ طاقة على مواصلة العمل الشاق، إن يبقى عندِك passion تجاه العمل ده، إنِّك تبقي آآ يعني مش قادرة تعيشي من من غيره. غيره، من غير ما تعمليه ومن غير ما تكمّليه، من غير ما تعمليه على أحسن ما يمكن و. الفن، الفن هو حرفة ما، وعايز حرية طبعًا قبل كل حاجة. يعني أنا باقول إيه، في فرق بين إن أنا يبقى عندي آآ عربية خاصة باركبها وباروح الحتت اللي أنا عايزها، وبين إن أبقى سواق تاكسي. سواق التاكسي حد بيشاور له، بيقف، بيقعد يكسر له البنديرة، يقول له وديني في الحتة الفلانية يوديه. إنما إن يبقى عندك عربية وبتتحركي بيها، أنتِ بتختاري المكان وبتختاري الطريق وبتختاري التوقيت وبتدفعي تمن ده. طبعًا. إنما لمّا تبقي سواقة تاكسي، أنتِ بتاخدي تمن عملِك وتمن التكلفة، ده فرق بين نوعين. بس لمّا